السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن الاستعداد لميزانية العيد بإذن الله تعالى على خير. الله يعطينا الصحة والعمر والعافية ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويبلغنا ليلة القدر ويحسن لنا فيها ونكون فيها يا رب من العباد الصالحين. ويبلغنا العيد. لكن في مثل يقول من حسب الحسابات في الهنبات، فنبدأ نحسب من دحين عشان الزنقة اللي دايما كل سنة نتعرض لها في العيد، وهذه الزنقة اللي تحرمنا من تماشي العيد ومن الخروج ونقعد طول شهر شوال. يعني من جد يعني حاطين يدنا على خدنا ونقول يا طول شوال، وشوال شهرين على بعض، ونقول سبحان الله مرة كبير شوال وطويل ومراضي يخلص بسبب الأزمة والزنقة اللي احنا وقعنا نفسنا فيها. طيب المعروف إنه راتب شعبان تشتري فيه أغراض رمضان، خلاص، وراتب رمضان تشتري فيه أغراض شوال، أغراض العيد، وتقعدي بعدين بعد كده تستني راتب العيد. طيب إيش نقدر نسوي من دحين من هذا الراتب، من راتب شعبان، بما إننا اتفقنا خلاص إنه رمضان هذه السنة بإذن الله تعالى راح نعديه زي باقي الشهور، إلا في أشياء شوية زايدة نفكرنا إننا ندخر بطريقة اللي هي طريقة إننا نشتري بطايق من العثيم وندخر فيها مبلغ مادي، أو ندخر في مقاضي البيت نشتري الأساسيات حقة البيت، وبكده بإذن الله تعالى ما يصير عندنا أي مشكلة في رمضان. كمان اتفقنا إنه بإذن الله تعالى ندبر أمورنا ونمشيها ونكتب بالورقة والقلم. خلاص، فكرة إنك تفكر بس لا، لازم تكتب بالورقة والقلم. يعني الحين أنا لي سنين وأنا ماسكة يعني ميزانية البيت، لكن ما زلت محتاجة الورقة والقلم، فأكتب بالورقة والقلم عشان لا تنسي ولا تتلخبطي. خلاص، جيبي ورقة وقلم كده ونكتب إيش نقدر نشتري في هذا الشهر، خلاص اللي هو شهر شعبان، إيش نقدر نشتري أشياء للعيد، إيش نفكر نشتري أشياء. أنا بالنسبة لي طلعت معايا أكثر من فكرة، خلاص عشان تهون علينا العيد. مشكلة العيد السنة جاي على تغير فصول، وهذه مو أول سنة، أظن دحين كده سنتين أو ثلاثة، فنحتاج ملابس أصلا للصيف مو للعيد. لكن نحاول نخفف خلاص من الفلوس اللي بننفقها. أول حاجة فكرت فيها ثياب الرجال. زوجك لو عندك أولاد الله يحفظهم، من دحين روحوا فصلوا. على فكرة دحين المشاغل حقت الرجال أو الخياطين حقين الرجال فاضيين ويتهاودوا معاكم في السعر وكذا، يعني على رواقة تختاروا القماش وتختاروا كل حاجة، وانتوا بتفصلوا الثياب احسبوا حساب انه هذه الثياب بإذن الله تعالى راح تكون بإذن الله تعالى للمدارس. يعني لا تختاروا فيها نقش كثير، لا تختاروا فيها تطريز كثير، لا تختاروا فيها موديلات لافتة. فبإذن الله تعالى من الآن روحوا احجزوا ثيابكم. على فكرة ما حيطلب المبلغ كامل، يعني لو أعطيتوه الحين نصف وكمان بإذن الله تعالى على الشهر الجاي نص، كذا ضمننا الثياب جات. أيضا كمان الملابس الداخلية للبيت كله، لكل أفراد البيت، جيبي من الآن لكل فرد قطعتين. الملابس الداخلية ما فيها صيف وشتاء، نفسها هي حقة الصيف وحقة الشتاء. وعلى فكرة هذه الأشياء الصغيرة تقطع فلوس كثير، يعني تصرفي فيها فلوس والله مرة كثير، شيء أنت ما أنت قادرة تتصوريه. يعني أنت شايفتها صغيرة صح، لكن والله تسحب فلوس. خلاص، فمن الآن الملابس الداخلية لكم لكل أفراد البيت، جيبي على لكل واحد قطعتين. أيضا كمان تقدري، هي لو كان لو كنا مو شتاء كنت أقول لك كمان جيبي قطعة ملابس بيت، لكن الآن الأسواق أنا ما أنصح نشتري صيف، لأنه أول شيء ما في ملابس صيف، الشيء الثاني حتى لو لقينا حتكون يعني قديمة أو ما أعرف، بس ما أنصح الآن. نقدر نجيب الملابس اللي هي البناطيل، لو أنت معتمدة في زي أبنائك وبناتك، اللي هي البناطيل مثلا الجينز أو الليجنز. شوفي إيش يعني أنت حتلبسيهم ثاني يوم، يصير إن شاء الله لما ندخل الصيف أو يقرب موسم العيد فقط نشتري تيشرتات أو ملابس يعني علوية كذا، يصير عندنا بناطيل قطعة ما نكثر. مو لازم نشتري كل ملابس الصيف هذه الشهور، نقدر نشتريها إن شاء الله على باقي الشهور، لكن هنا أقصد عشان العيد تخف
يعني تخف المصاريف فيه. أيضا كمان العبايات، لو أنت وبناتك تلبسوا عبايات خذوها من الآن، ما حيصير لها حاجة، بالعكس حتلبسوا العبايات جديدة. أيضا كمان لو أنت من النوع اللي يحب يجدد في بيته، فهذه فرصتك من الآن. مثلا عندك كنب ناوية تنجديه، من الآن وديه المحل. مش حياخد كامل المبلغ، حياخد هذا الشهر جزء، والشهر الجاي جزء. أيضا كمان البويات، لو أنت من النوع اللي يحب يسوي بويات جديدة، تقدري من الآن تتفقي مع العامل، لو كنت تعرفيه يعني هذا العامل، إنه يقسط لك مبلغ البوية على 3 شهور أو على شهرين، يصير تعطيه مبلغ هذا الشهر والشهر الجاي. لكن نصيحتي، هذا الراتب مو كثير يعني تستنزفي منه، لأن هذا الراتب يعني مطو لأن هذا الراتب كمان فيه مسؤولة أنت تنفقي هذا الشهر كامل منه، يعني مو تزنقي نفسك هذا الشهر كامل، لكن تقدري تخففي عن نفسك وتقسطي عن نفسك أكثر، يعني أكثر من غرض. خلاص. شاركوني أفكاركم وآراءكم. أيضا كمان الأحذية، فرصة جيدة لشراء الأحذية وانتم بكرامة هذا الشهر، ففيدوني أي حاجة ينفع نشتريها الآن تريحنا أو تخفف علينا من ضغط ميزانيتنا. لا تقصروا، اشتروها الآن أو أدفعوا جزء من مبلغها ويصير باقيها للعيد.